قانون رقم 47 لسنة 1972. قانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة وفقا لآخر تعديل صادر في 26 من يونيو عام 2019. الجريدة الرسمية العدد 40 في 5 من أكتوبر سنة 1972. قانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وبإلغاء القانون السابق رقم 55 لسنة 1959 وفقا لآخر تعديل صادر في 26 من يونيو عام 2019. باسم الشعب رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة، وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة، وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل، وعلى مادة 51 يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم. ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز 30 جنيها فضلا عن التعويض إن كان له وجه. مادة 52 تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة. مادة 53 تسري في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقد، وتسري في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة. مادة 96 لا يجوز لأعضاء مجلس الدولة إفشاء سر المداولات. مادة 97 لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن ينقطع عن عمله دون أن يرخص له في ذلك كتابة، إلا إذا كان انقطاعه لسبب مفاجئ، فإذا زادت مدة الانقطاع عن 7 أيام في السنة حسبت المدة الزائدة من إجازته السنوية. مادة 98 يعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة 30 يوما متصلة بدون إذن، ولو كان ذلك بعد انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. ومع ذلك إذا عاد العضو وقدم أسبابا تبرر انقطاعه عرضها رئيس مجلس الدولة على المجلس الخاص للشؤون الإدارية، فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل، وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية بحسب الأحوال. 9 الفصل الخامس في التفتيش على أعضاء مجلس الدولة. مادة 99 تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفني على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين المساعدين.